واصل أعضاء اللجنة العالمية للهيئات والمواكب الحسينية التابعة لمؤسسة الإمام الشيرازي العالمية في مدينة كربلاء المقدسة بأعمالهم في مدينة الكاظمية المقدسة بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا الإمام الكاظم صلوات الله عليه. التقى أعضاء اللجنة بعدد من القيادات الأمنية وزاروا مركز الاستفتاءات الشرعية لحوزة المحقق الكركي قدس سره العلمية. نشاطات مركز الاستفتاءات الشرعية لحوزة المحقق الكركي العلمية بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. قام مركز الاستفتاءات الشرعية لحوزة المحقق الكركي قدس سره العلمية التابعة للمرجعية في مدينة كربلاء المقدسة بنشاطات في مدينة الكاظمية المقدسة بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا الإمام الكاظم صلوات الله عليه رجب الأصب عام 1446 للهجرة. بهذا الصدد استقر المركز المذكور في إحدى نقاط مسير الزائرين والمعزين نحو مدينة الكاظمية المقدسة يقوم بتقديم الخدمات الثقافية من خلال الإجابة على الأسئلة الشرعية والعقائدية للزائرين والمعزين وتوزيع الكتب الدينية الثقافية والحسينية بالأخص كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله.